السلام عليكم، اهلا بيكم. معاكم كريم. جيمس جان من شويه طلع اعلن سوبرمان ولويس لين الجداد، واللي هيكون سوبرمان هو ديفيد كورنسويل. وللامانه ما عندوش اعمال فلتة انا شفتها غير طبعا فيلم بير، بس مختارين واحد صوره طبق الاصل من هنري كافيل، تكاد تقول ان هو اخوه، ده حتى صوتهم قريب قوي من بعض. I've got a casting tomorrow, and if they pick me, that's $10 in my pocket. واعتقد ممكن في المستقبل نلاقي هنري كافيل بيعمل النسخة المتقدمة في العمر من شخصية سوبرمان ده، طبعا لو أتيحت الفرصة بكده. وبصراحة هنري كافيل كان أداؤه أيقوني بالنسبة لي كسوبرمان، ده غير إن اللي حصل فيه بصراحة ظلم شديد جدا، يشيلوه بعد كده يرجعوه بعد كده يشيلوه تاني، حاجة بصراحة قمة في الظلم. برغم إني حبيت قوي مان اوف ستيل، وبالنسبة لي هو يعتبر من أفضل أفلام عالم دي سي اللي أنا شفتها، وهو من الأفلام المفضلة عندي. لكن مع نزول الإيرادات ومنها آخر فيلم اللي هو ذا فلاش، أعتقد فعلا من ناحية الإيرادات لازم دي سي تتخذ منحنى آخر، ومحتاجة فعلا توجه جديد تماما. وأعتقد إن إحنا لازم نتخطى بقى النسخ القديمة من الشخصيات دي، ونشوف بقى هيقدروا يعملوا إيه بتوجيهات جيمس جان. هل هيقدروا يحققوا النجاح ولا لأ؟ بس أنا شايف إن اختياراتهم موفقة طبقا طبعا للسوبرمان الجديد. هم عايزين سوبرمان مفعم بالمرح والأمل. سوبرمان مش بيمثل بس أيقونة أمل للناس، هو نفسه مفعم بالأمل. وبيتكلموا في فكرة طبعا إن إحنا نشوف كلارك كينت أكتر مما شفناه طبعا في الأفلام القديمة، لأننا تقريبا مش شفناش كلارك كينت إلا في فيلم مان اوف ستيل، وبعدها دخلوا على طول في داون اوف جاستس وجاستس ليج. ده غير إن هو كان أساسا سوبرمان مش رسيله على بر، مش عارف هو عايز يعمل إيه، وفي صراعات داخلية كتيرة جواه. لكن التوجه دلوقتي إن هم يرجعوا للأساسيات. سوبرمان مليء بالأمل والمرح، سوبرمان عايز يساعد الناس، ومش بس كده، هو فرحان بده جدا وبيشعر بسعادة بالغة في مساعدة الآخرين. وسوبرمان دايما هو النقيض من باتمان. باتمان دايما هو الشخصية الحقيقية مش بروس وين، هو شخصيته الخاصة حقيقية بقت باتمان، وبيلبس قناع شخصية بروس وين. أما بالنسبة للسوبرمان فهو العكس، كلارك كينت هو الشخصية الحقيقية، المرح اللي ممكن تقول عليه إن هو ساذج شوية، والقناع اللي بيلبسه هو قناع سوبرمان. والفيلم الجديد اللي هو سوبرمان ليجاسي مش هيكون بداية كاملة من أول وجديد، لا هيكون فيلم شبيه لفيلم باتمان، هو خلاص بقى سوبرمان وفي بداياته. أما بالنسبة للي هتعمل لويس لين فهي ريتشل بروسنهان، ودي ممثلة شاطرة أوي وشاركت في أعمال كتيرة تقيلة ممكن تكونوا شفتوها في ذا مارفلس ميس ميزو. وفي كلام إن بيل سكارسجار بيعمل دلوقتي تجارب أداء علشان يعمل شخصية ليكس لوثر، ده غير إن أخوه ألكسندر كمان بينافسوا على شخصية ليكس لوثر، هما الاتنين بيعملوا تجارب أداء لنفس الشخصية. وبالمناسبة كمان آدي موشياتي مخرج فيلم ذا فلاش هو اللي هيخرج فيلم ذا بريف اند ذا بول، واللي هنشوف فيه نسخة كبيرة من باتمان مع ابنه ديميان وين. والفيلم ده هيأسس لبداية بقى البات فاميلي أو عائلة باتمان. ونرجع بقى للسوبرمان، أتمنى أعرف رأيكم انتوا في الاختيار بتاع الممثل ده. أنا شايفه هيكون ممثل كويس جدا في دور كلارك كينت، مش عارف بقى هيبقى عامل ازاي كسوبرمان. هو طبعا نحيف شوية عن كافيل، بس كافيل نفسه ما بدأش كجتة كبيرة يعني، ولما بدأوا تصوير BVS كان بيتدرب مع بين أفليك، وهو علمه ازاي يبقى ضخم بشكل اسرع بكتير. احب اعرف رايكم بقى في التعليقات. كان معاكم كريم رمضان. لو عجبك الفيديو ده متنساش تدوس لايك وشير الفيديو عشان نوصل عدد اكبر من الناس، ولو عجبك المحتوى بتاعي متنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو. بس ما تخليش اي فيديو او اي فيلم اللي كان صلاة وعباد ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، شكرا. الفيديو الجاي. سلام عليكم.